ماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ قدمت لنا شعارات فارغة على أرض الواقع. ولا لهيك لما يتحاور شخص جزائري راح يعطيك الجهل، مش راح يعطيك العلم. المغرب أسسه ليطي، هذه من البقر الذي يتبع تبون، أما البشر فيعرفوا أن المغرب عمره 14 قرن. أنا كفلسطيني ما بقدر أنكر المغرب وأنتقد المغرب اللي عنده حروب في صحراء المغربية، شاء من شاء وأبى من أبى، الصحراء مغربية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد أولا بأول. بيطلع لك واحد بعد شوي يقول أنت لست فلسطيني، أنت مغربي. هذا الحكي تقريبا من 11 عام وأنا أحمل رسالة للشعب المغربي، وأحمل رسالة كشفتها بنفسي ليش تحب المغرب؟ ولم ليش يرشد. تحب المغرب أنت كفلسطيني؟ ليش؟ إذا سألتني ليش، ما بقدر أنكر تاريخ. ماذا فعلت لك يعني؟ من اعترف بموريتانيا من أجل فلسطين أرفع له القبعة. من دعا لاجتماع عربي إسلامي وهو الملك حسن الثاني أرفع له القبعة. من بنى لي مطارا في غزة أرفع له القبة. ومن أهداني طائرة أهدي له، أرفع له القبة. ومن ساعدني بالمستشفيات والمراكز والمدارس على أرض الواقع أرفع له القبعة. ومن استقبلني في المغرب وصنع لي مخيم للاجئين أرفع له القبة. ومن يحترم الفلسطيني ولا يميز بين الفلسطيني والمغربي في المغرب أرفع له القبة. هذا التاريخ ببساطة. فالمغرب وأصول المغاربة أكثر من 30% من أفراد فلسطين الذين يعيشون في فلسطين هم مغاربة، فكيف لنا أن ننكر طيب هذا يا الشيء؟ أخي، طلعت قبل شوية واحدة فلسطينية تقول نفس المديح في الجزائر، من نصدق الآن؟ نصدقك ولا نصدقها؟ تمام. الأخت الجزائرية، الأخت الفلسطينية اللي موجودة هون، أول شيء هي متناقضة مع نفسها مع احترامي لها. الأخت اللي هون اللي هي حاليا بتدافع عن الجزائر، الجزائر اللي اليوم بتقول أنا مع فلسطين في حدود 67. ماذا تعني حدود 67 أختي الفلسطينية؟ هي مش ماذا موجودة. تعني؟ مش فلسطين موجودة، مساحتها نزلت. أخي الكريم، أخي الكريم ركز على بس هاي النقطة. ممكن هناك غسل الدماغ البشرية، وهذا الذباب الإلكتروني الجزائري اللي من شوفوا تاج، 47 شوفوا سنة لنا تاج وين لم يقول. يتأخر يوما عن غسل الدماغ البشرية. خبروا تاج، تاج ترجع، نريد تاج، يقولوا لها ترجع. الأخت اللي هون اليوم طالعة الفلسطينية هي نزلت اللي هي عايشة بالأردن، هي مقيمة بالأردن، وهي ما أعتقد إنه عايشة بفلسطين ومش شايفة فلسطين. ومع احترامي لك أخ أسعد، هون في رسالة مهمة كثيرة، إنه إحنا بننتقد الرئيس أبو مازن محمود عباس في فلسطين. ماذا يفعل الرئيس الذي هواؤه وماؤه وحتى الكهرباء وحتى الإنترنت من إسرائيل؟ ماذا يفعل هذا الرئيس في ظل هذا الاحتلال أخي الكريم؟ إذا أنت بدك تقول لي إنه أنت مش مع الرئيس، كريم يونس وهو أقدم أسير فلسطيني خرج قبل يومين أو خرج أمس، طلع وقال أنا مع الرئيس أبو مازن. كي أنت هيك بتضرب في عرض الحائط أخي الكريم. هون في نقطة مصرعية. إذا حركة فتح اللي هي المنظمة في ال59 موجودة، وهي البنت بتطلع بتدافع لي عن حماس في اللي هي في ال87 تأسست. احنا مش ابناء فصائل، احنا ابناء فلسطين. انا ما بيهمني هذا ابن حركة كذا وانا ابن حركة كذا. انا فلسطيني حر، مش تابع لاي حركة، انا تابع لابن فلسطين فقط. طالعة حاشرة حالها بالمغرب وبالجزائر. انت بتعرفي يا بنت فلسطين انه هاي الجزائر اللي هو اسمه هواري بومدين اللي استغل اسم فلسطين بشعار ظالمة او مظلومة؟ ما بتعرف هذا الشيء. اللي طرد 350 ألف مغربي يوم العيد، هذا مستحيل آخر الناس اللي ممكن يحكي عن فلسطين. اللي وجد دولة وهمية وأخذ علم فلسطين وسرقه في ال76 وجاي يقول لي أنا مع فلسطين. التطبيع مع فرنسا ما بتحكوا فيه، تطبيع الأردن مع إسرائيل في ال94 ما حدا حكى عنه، مصر مطبعة إلها 45 سنة ما حدا حكى فيكم يا الجزائريين. واقتحامات الأقصى والمستوطنين في القدس ما شفت تبون ولا شفت نظام جزائري ولا شفت قامة إعلامية بالجزائر اللي هي إعلامهم للأسف بالحضيض ما بيورث إلا الجهل. لهيك لما يتحاور شخص جزائري راح يعطيك الجهل مش راح يعطيك العلم. أما إذا حاورت شخص قبائلي راح تأخذ منه العلم، لأنه بجاية كانت تسمى مكة الصغرى اللي هي خرجت مئات الآلاف من العلماء حول العالم. أنا كفلسطيني ما بقدر أنكر المغرب وانتقد المغرب اللي عنده حروب في صحراء المغربية،
شاء من شاء وأبى من أبى، الصحراء مغربية. إذا لكن كانت المغرب الجزائر عم تشتري، لكن المغرب مطبع. المغرب ما طبع. إذا الناس بتفكر هناك فتح علاقات، هناك إشي اسمه فتح علاقات. إذا المغرب مطبع علنا، فماذا وراء الكواليس يا أخ أسعد؟ أنت بررت تطبيع عباس، فكيف لا تبرر تطبيع المغرب؟ التطبيع هناك فتح علاقات أخي أسعد. كيف بدي أحاور هذا الشخص، هذا المحتل؟ كيف بدي أحاوره بأجلس على طاولة واحدة يا صديقي؟ إذا أنت هون بتخون الشهيد ياسر عرفات. فاصل. كمل. اليوم الشيء الذباب الالكتروني الجزائري بيحاول يوصله بالنظام الجزائري اللي بيضرب كل وحده عربيه اينما كانت، اللي بحط ايده في ايد فرنسا وبحط ايده بايد ايران الشيعه، هذا ما تتوقع منه الخير. ما الذي قدمته الجزائر لفلسطين غير الشعارات؟ اعطيني من ال 88 وقت استقلال فلسطين بال 88 يا اخي الكريم. هذه الاخت الفلسطينيه اللي بتحكي باسم فلسطين، هلا هي عايشه بالاردن، اتحداك تطلع تنتقد ملك الاردن اللي مطبع من 94 والسفير مكتوب بالتوثيق بالتطبيع تبع الاردن انه السفير اي واحد اسرائيلي ممكن يدعس على اي واحد اردني ولا واحد بيسترجي يفتح تمه. تمام. السياسه بحر يا صديقي، وذكي من ارسى شاطئ المركب على الشاطئ يا صديقي. السلام عليكم. طيب لحظه انا رجعت كل لك الاحترام تاج. لك. دقيقه يا تاج، دقيقه. تفضل استاذ. اسمح لي الاخ الجزائري، لانه هو الاخ الفلسطيني وجه لتاج كلام. اذا عقدتكم إشي اسمه المملكة المغربية، هذا وراثة ماخديها من الذباب الإلكتروني اللي بيحكي معك يا أستاذ أسعد. أكثر شخص كان يكره المغرب الذباب الإلكتروني على مدار 11 سنة وبيغسل بدماغنا. أنا أكثر إنسان كنت أكره المملكة المغربية وحقد على المملكة المغربية، ولكن من فتحت عيوني وشفت الحقيقة أنا اللي بحثت عنها من الكتب. معظم الأدلة للجزائريين كلها باليوتيوب وكلها بالفوتوشوب فقط. إذا سألت الفلسطيني هذا اليوم ليش أنت بتعشق الجزائر، يقول لك الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، فقط هذا الشعار. ماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ قدمت لنا شعارات فارغة على أرض الواقع، ولكن هذا الإنسان ممكن يقول لك قدمت لنا دبابات. يعني عشوائي راح تشوف إنه الجزائر هو اللي حرر فلسطين. لحظة، منظمة التحرير الذي أنت تتغنى بها أسست في الجزائر، أسست في الكويت أخي الكريم، احتضنت في الجزائر، مؤتمرها الأول في الجزائر، احتضنت في تونس، احتضنت في تونس، أعلنت الدولة في الجزائر. أبو عمار الشهيرة ومقولة أبو عمار الشهيرة اذهبوا إلى تونس فإن بها شعبا يعشق فلسطين. إحنا مش نكارين للتاريخ أخي الكريم، التاريخ مسجل كل شيء. إحنا ناس الجزائري أنت ترى أنا الشعب الجزائري لا يعشق فلسطين. الشعب الجزائري مغسول دماغه، وانا كفلسطيني اطالب العالم بتحرير العقل الجزائري. يعني مغسول دماغه في فلسطين، يعني بتحرير العقل الجزائري لانه عقل الجزائري محتل. التعميم هذا الجزائريين يحبوكم يا اخي. لا ليس تعميم يا اخي، هذا النظام الذي يستخدم البوق الاعلاميه في طمس الحقائق يا اخي الكريم. النظام تمام، اوكي، النظام تكلم عن النظام، لكن لا تقول الشعب الجزائري. إذا كانت الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هي حدود غزة مفتوحة أخي الكريم. اتفضلوا أهلا وسهلا فيكم. لا يجوش غزة يخرجوا مظاهرة بس ما أخي الكريم اللي بيقدر، أخي الكريم أخي أستاذ أسعد، اللي بيقدر يشاهد كرة قدم في كأس إفريقيا في مصر مش بعيدة عن غزة، بيقدر أخي الجزائري اللي صلع راسنا بالشعارات 24 ساعة مع فلسطين يجي يتفضل يحررها. غير هيك بدناش شعارات كذابة، هذا عشان نختصر الحديث كلياته. إذا الأخت بتحب الجزائر الله يا ستي يطرح لك البركة. أنا واحد من الناس فلسطيني اللي بحط إيده بإيد ماكرون، وبنسى تاريخ 1500 مليون ونصف المليون شهيد سقطوا بالجزائر من 54 لل 63 مع 132 سنة. هذا الشخص أنا مستحيل أثق فيه، والله يخلي لك النظام الجزائري وحبوا بعض أكثر. قديش بتقدر يحبوا بعض. تحزن انت على فكره. تفضل يا تاج. ممكن انت بتعشق المغرب، انا عندي 4 شباب اولاد ما شاء الله اكبرهم 15، والله يروحوا فداء للجزائر، فداء للجزائر. لا يا انت بتحكي انا حره اخوي، تسمح لي، وحره رايي الشخصي. احنا ما داخلين في حرب مع الجزائر، ولو بدك اولادك يروحوا فداء يروحوا فداء القدس. اول شيء بدي خلاني اضحك.
هو تغافل النظام المغربي اللي هو مؤيد إله والمنبطح إله، اللي حط إيده بإيد عدوك الأساسي اليهودي، ونسي إنه نظام ماكرون اللي هو بيحكي عنه هو نفس الشيء. بيحكي لك المغرب قدمت لنا وقدمت لنا وقدمت لنا، والجزائر قدمت لنا وقدمت لنا وقدمت لنا. المغرب قدمت لك مستشفيات خيام، الجزائر قدمت لك 4 طوابق حجر في غزة بالأدلة موجودة. الجزائر قدمت لنا بكل الإشي موجود الحمد لله، زي ما أنت بتحكي قدمت لك الجزائر. أنت في القدس هسه بدك تحكي باب المغاربة إلهم للمغرب، هذا أكبر دليل بالكذب. باب المغاربة الموجود نصفه للمغرب ونصف الأكبر للجزائر، وأبو يد أبو مدين الغوثي، وبجيب لك بالدليل ما تحكي من لا، لا، راسك. لا. انت شكلك مش قارئة تاريخ. اسمع لا اسمع، أنت انت مش المقارئ قارئة تاريخ، لا ولا تمرر بتعرف مغالطات التاريخ. على كتافك. إذا أنت تضحك لا اسمعي انت، اعطيني اسمعي فرصة، خلي أعطيك اسمع أنت. اعطيك فرصه من قبيله وانت كتهضري تصنطي، اعطينا مش احنا بلايف فرصه. أسعد، أنا مش بلايفك. لحظة لحظة. ان شاء الله أعطيني تكوني أكمل بلايف 3 دقايق. شاهد ان شاء الله. إن شاء الله أنت. يعني تفضل. لازم احنا يا- نتدخل وسط طيب. طيب لو سمحت. طيب أنت لان هناك تطاولات على المغرب. إيه. خلني أكملهم هم عشان أقفل موضوعهم، ثم أعطيك أنت باقي لها هي دقيقة. ما خلاني أكمل، زيد لي إياهم، ما اختمي في خلاني دقيقة أكمل. لأنه قاطع. الله يسعدك، ثم ما هو قاطعني. بعطيك. ما بصير، تمام. ما هو أخذ الدقائق، خليك منصف. أنا أعطيتك أنت. ما كملت، أخذ الدقائق وهو بقاطع أيوه فيه يا هو أستاذ. قاطعك وأنت. اولا انا استحي والله، خجل كبير ان واحد يبيع اولاده للجزائر، والجزائر حرة مستقلة وهو أرضه محتلة من طرف اليهود الغاصبين. فكيف يا أخي شرعي أن تعطي أبنائك قربانا؟ اسكتي، لا مغالطة ولا بطيخ. لا تمر المغالطات، أنا مش زيك، أنا ببين نفسي. احترم نفسك، لا تقول كلام مش طبيعي. أنت أصلا غير محترم. سكر ولا المايك. أنت. أنا مش محترم، أنا معروف مش خلاص محترم. يا تاج وقفي عشان ما تنزلي. على الأقل تكوني أنت محترمة، أنت مرأة. أنا مش محترم، أنا عارف راسي مش محترم. لو كنت أنت كذلك. لا والله، والله انك ابو المحترمين. والله يا إخوتي الكرام، أنا أوجه النداء إلى الجميع، إلى فلسطيني وإلى سوداني وإلى ياباني وإلى موزمبيقي، كيف إلى من تدعي أنها فلسطينية تعطي أبنائها قربانا للجزائر، والجزائر مستقلة حرة. لا الجزائر ليست في حرب. وهنا أوجه ندائي إلى الجزائريين، هل تحتاجون من يعطيكم أبناءه فداء لوطنكم؟ هل أنتم في حرب؟ هل أنتم في حاجة إلى من يدافع عن بلدكم؟ هذا من جهة الجزائريين. أما من جهة فلسطين وغزة بالضبط، فرجال غزة يقولون بعظمة لسانهم: نحن لا نحتاج رجال لتحرير أنفسنا، لا نحتاج رجال. هكذا يقولونها أبناء غزة. هل فعلا أبناؤها أم يعني شيئا آخر؟ يعني أنا لا أريد أن أتبلى، فلو كانوا أبنائي يعني بالأحرى أن أجندهم وأن أجهلهم جنودا مجندين من أجل وطني أولى. أما إن كنت مجرد متبني لأبناء فلان أو فلان، فقد أعطيهم قربانا حتى أتهنى منهم، يعني ممكن يكونوا عبء علي. يعني الأبناء مش من الصلب. خلات محمود ممدود وجاي يطلع على احترم نفسك. لا حول ولا قوة. يا أختي سكري المايك. أنا احترمتك، لم أتكلم. تعلمي في صمت عندما تتكلمي في المغرب وفي حضرة ياسر. تعلمي في صمت، إنني سأؤلمك. اغلقي المايك. علم حالك انت، ما بتقلب هذا بالفلسطيني. اغلقي المايك، هذا وقتي، ادافع عن وقتي في هذا اللايف. انا لم اقاطعك. يا تاج، هو ليست اعراض ولا شيء، هو انا لا اضرب في الاعراض واتكلم بصفة عامة. لا اتكلم عنك. ان كانوا ابنائي من صلبي اجندهم حتى يكونوا جندا مجندين من اجل المغرب اولا. أقول طب هيا أنت جندهم لقصف اليمن، يعني شو ردة فعلك؟ يا أختي سكر المايك. هذا التشويش الذي تنتهجونه أكل عليه الدهر وشارب. لو كنت محترمة سكري المايك كما سكرت أنا. بمعنى آخر، أغلقي المايك حتى يجيك وقتك. واو أسعد بيتجبد عليك. ها أوكي.
إيه. كمل يعني يا أخي، لما كمل. يكونوا الأبناء من الصلب حتى داخل الوطن والله تتألم لو فقدت أولادك حتى من أجل الوطن. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال عندما فقد اقفز اللي بعدها النقطة. اللي بعد هذا النقطة أقول بأن المعلومات والتجنيد فهو تجنيد تبوني بامتياز وبالدليل وبالبرهان. استطاع تبون أن يجند بعض المشارقة ليتبنوا أفكار تبونية، والدليل على ذلك إمارة مراكش وإمارة فاس، وهي أكبر غلطة يسقط فيها كل تبوني. فنحن كمغاربة لا نعرف ما معنى إمارة مراكش وإمارة فاس، لا نعرفها، وهي تروج بين مرتزقة التبون. المغرب أسسه ليوطي، هذه من البقر الذي يتبع تبون. أما البشر فيعرف أن المغرب عمره 14 قرن، أما البقر فحدث ولا حرج. عندما يتكلم لك على أن المغرب أسسه ليوطي، فاعلم علم اليقين أن مرتزقة التبون والذين ينتمون إلى الذباب الإلكتروني. وهنا إهانة ما بعدها إهانة للجزائريين أن تتكلم هذه الأخت الشريفة والعفيفة والأخت الطيبة المباركة التي معنا بهذه الطريقة عن الجزائر، وهي لا تعلم أن الجزائر تسكن في وجداني. أنا لا أكره الجزائر، ما تمشيش غلطة، أنا لا أكره الجزائر، وأبناء الجزائر إخوتي، ونحن والجزائريين إخوة، وأمثالك لا يمكن أن يفرقوا هذه اللحمة. الاختلاف موجود في النظام الجزائري الذي يجتم حتى على صدور الجزائريين، وهذا لا نختلف عليه. أما أن تأتيني وحدة واخدة يعني 4 دراهم أو 5، هنا أعطيك مقطع لأختم به يتكلم بصوت الفلسطينيين، وهي أنكرت ما سأفنده الآن. أنا ما نقدرش نعطيك أسعد الصورة لأن ممكن بيطيروا اللايف. نعم بيطيروا اللايف. بعطيك بتسمع فلسطينيين يقدمون الشكر للمعبر، والمعبر له 3 أسامي، هو جسر الملك حسين أو جسر الكرامة أو معبر النبي صالح. فهي أرادت أن تخلبط علينا، يعني تظن أننا الله أكبر لا حول. اسمع يا أخ، هذه المعلومة للجميع وقد كذبتها، ونعل الله الكاذب حتى ولو كان مازحا. هنا في هذا المعبر تحضيرات نجسية متواصلة مثل ما قال جدي رسول الله لعن الله بفضل الوساطة المغربية. مبادرة مغربية تحظى بترحيب واسع من طرف هؤلاء المسافرين الفلسطينيين. فتح الجسر 24 ساعة، ريح المواطن، بصير الناس تروح تيجي براحتها بدون ما يتأخروا عن الطيارات وما شيء. ونشكر المملكة المغربية على هذا الإجراء القيم. بداية نشكر الحكومة المغربية على جهودها في إنه تفتح الجسر 24 ساعة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. هذا كثير بفيدني أنا على الصعيد الشخصي، لأنه أنا موظف في الأردن، فما في داعي لا أخذ مغادرة ولا أخذ إجازة وقت ما يخلص دوامي. إذا هنا لن أستمر لأن المقطع فيه أكثر من 7 ساعات، وهو مقطع لمجموعة من الفلسطينيين الذين يعني فرحين بهذه العملية. وهنا نقول نحن يا أخي أسعاد، نحن لا نتحرج أن نجلس مع الإسرائيليين. نعم نجلس مع الإسرائيليين ونتحاور مع الإسرائيليين من أجل فك أسر أو إيجاد حل أو تخفيف الوطأة على إخواننا الفلسطيني. ماذا قدمت أنت كفلسطينية من غير أن تقدمي البيع والولاء للتبون ولأتباع تبون؟ طيب. ما فائدة أن تقدمي البيع والولاء لتبون وتقدمي له أبنائك إن كانوا أبنائك من صلبك كقربان، والجزائر قدمت 20. أنت غير محترمة و60 غير محترمة، 60 غير محترمة. بوسبير بزاف عليك، بوسبير بزاف عليك، بزاف علي فعلا، لانه حي خصص لك بزاف عليك بوسبير، بزاف عليك بوسبير. أنت لقيطة بنت لقيطة وليك القضاء وتقدمينهم قربانا عندما تتكلمين على بوسبير. هذا كلام اللقطاء هذا. لا لو سمحتوا لا، هذا الضل علي. لو سمحتوا لا
أنا آسف يا جماعة، احبسوا ما هذا الكلام يا أخوان، صلوا على رسول الله. ياسر احبس. نعم أكيد. تقوى الله، مش لا تصل الأمور إلى هذا المأخذ. هدوا شوية، هدوا.